أهلا بكم متابعي قناة ملوك الدواجن. أسباب موت فراخ السمان. طبعا توجد الكثير من أسباب موت الفراخ، ولكن موت الفراخ بعمر مبكر، يعني بعمر يوم أو يومين، يوجد أسباب رئيسية. أولا، عدم استطاعة الفراخ الأكل. يعني نلاحظ أن الفراخ الصغيرة لا تستطيع أن تأكل بنفسها مباشرة، فتموت بسبب الجوع. وأيضا بسبب البرودة، يعني خلال هذه الأيام تلاحظون أن الجو بارد جدا خلال هذه الأيام، ففراخ السمان طبعا لا تتحمل البرودة، فضروري جدا أن نضع الفراخ في حضانة إلى يعني خلال فترة 10 أيام. ضروري جدا حماية فراخ السمان من عمر يوم إلى عمر 10 أيام، ضروري جدا حمايتهم من البرد. وكما تلاحظون هذه الأيام دخول البرد، ونلاحظ أن الكثير من مربي السمان يعانون من موت الفراخ، والكثير يعني كثير من مربي الطيور بشكل عام، لأن البرد يعتبر قاتل للطيور. فضروري جدا أن نركز على هذه النقطة، حماية فراخ السمان. وطبعا فراخ السمان فراخ صغيرة جدا ولا تتحمل، عندها المناعة ضعيفة جدا. يجب أن نحميها من البرد في الحضانات إلى عمر 10 أيام. بعد 10 أيام ممكن أن نخرجها من الحضانة ونضعها في مكان دافئ. وضروري التركيز على التغذية. إذا كانت الفراخ لا تأكل فسوف تتعرض للموت. فهذه من أهم أسباب موت فراخ السمان الصغيرة بعمر يوم أو بعمر يومين أو 3 أيام: عدم التغذية، الأكل، أو بسبب البرودة. طبعا نلاحظ بعض الفراخ تكون بنيتها ضعيفة، سبحان الله، بعد خروج الفرخ من البيضة يكون بنية الفرخ نفسه ضعيفة بعكس بعض الفراخ الأخرى. هذا أيضا يكون سبب في موت الفراخ، يعني ضعف الفرخ وضعف المناعة عند الفراخ. هذا ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.